تفتكر انهي عربيه بتولع اكتر؟ العربيات البنزين ولا الكهرباء؟ اجابه محايده وهتصدمك. ما سمعتهاش من اي حد تاني. وفي دراسات بتقول ايه بقى 1530 عربيه ولعت من كل 100000 عربيه بنزين. وبرضه بتقول لك ان من كل 100,000 عربيه كهرباء بيولع 25 عربيه. يبقى العربيات الكهرباء كده علمت على العربيات البنزين. استنى، الفيديو لسه ما خلصش، ما تيجي نشوف. عامه اي حريقه ليها مثلث اشتعال. 1 ماده قبل الاشتعال. 2 حراره. 3 اكسجين. بالنسبه للماده في العربيات البنزين اكيد البنزين. اما الماده في العربيات الكهرباء الكتروليت والليثيوم، يا اما تصادم او ماس كهربي للعربيتين. او شحن زياده للعربيات الكهرباء. طب اقول لك المفاجاه بقى. قول. في العربيات الكهرباء الاكسجين بيتولد من تفاعل كيميائي جوه البطاريه نفسها. طب ده معناه ايه يعني؟ لما بتتحرق مفيش ماده بتسيطر عليها وبتتحرق بالكامل. معاك، لان البطاريه فيها الثلاث اضلاع الحريق، علشان كده بتاكل في نفسها، مفيش حاجه بتعرف تسيطر عليها. الخلاصه عربيات البنزين بتولع اكتر على حسب الدراسات، بس انا مش مقتنع بالكلام ده. بس انا اقتنعت ان العربيات الكهرباء لا بيتسيطر عليها لا بالميه ولا بالبودر ولا بالفوم. طب ليه الفوم ما بيطفيش العربيه الكهرباء؟ علشان الفوم فكرته ان هو بيعزل الجسم عن الاكسجين الخارجي. بس في الكهرباء انت عزلته عن الخارجي، بس في تفاعل جوه بيولد اكسجين. ومحدش يقول لي الهايبرد. علشان الهايبرد جامعه ما بين خطر الكهرباء وخطر البنزين. في الاخر راكب عربيه كهرباء او بنزين. ربنا يحفظكم جميعا. سلام.